السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد ووصفة جديدة. كما تشاهدوا اليوم إن شاء الله نحضر معكم واحد السيجار أو مسمن معمر بحشوة لذيذة بزاف، وتيجي هاد المسمن مهرمش من برا ومن الداخل تيجي رطب رطب البنات. على بركة الله عندي في المقادير ساهلين واقتصاديين وموجودين في أي دار. عندي في العجينة باش عندنا عجن، عندي غير الفورص 5 الكيسان ديال الفورص مع 4 الكيسان ديال القمح أو الفينو. عندي واحد شوية ديال الخميرة تاع الدار مع واحد المعلقة كبيرة ديال سكر سنيدة باش يعطينا ديك الحمورية. وعندي هنايا الملح على حسب الذوق، يمكن لك تزيدي يمكن لك تنقصي. ما علينا. عندي هنايا الماء الكافي، الماء المهم على حسب العجينة، الماء الكافي باش تجمعي العجينة. أنا العجينة هنا ما عندلكها ما والو، غير تنشدها، غير تنجمعها هكا نيا تنجمعها، المهم تنجمع العجينة مزيان كما قلت لكم بلا دليك، راه ما تندلكهاش، غير تنجمعها وتنديرها في بلاستيك ونخليها ترتاح حتى الوقيته اللي تنكون انا قديت فيها الحشوه وقديت فيها كاع داك المسائل اللي انا عاد نديرهم في الحشوه. صافي ديك الساعه تنلقاها هي تبارك الله طلقات بحال كي شاده دالكها بصح نيت. صافي كما تيبان لكم البنات، غير تنجمع فيها وتنشوف القياس تاع الماء واش قاصحه واش هي هذيك. المهم راه كلشي تعرف العجينه عادي. صافي عاد نبقى نجمع فيها على هاد الشكل، ومن بعد عاد ندوز نحضر معكم الحشوة اللي عاد تكون تاهي اقتصادي وفي متناول الجميع. صافي هنايا عاد ناخذ البلاستيكه ما تندهنها ما والو، درتها نيشان باش داك الزيت ما بغيناش نديرو حنا الزيت من الاول، فهمتوا؟ ما علينا. هنا البنات خديت واحد البصلة وحدة وخديت فلفلة وحدة، عندكم فلفلة حمرا ديروها، عندكم خضرا ديروها، المهم عندكم بجوج ديروهم بجوج. انا لقيت غير الخضرا راني درت الخضرا. هنايا واحد البواطة ديال الطون، عاد ناخد من هذاك الزيت. المهم عاد نصبقو هكا، عندي درت الزيت تاع ديال الطياب، ولكن هاد الزيت باش ما نرميش تنصبقو في الاول، منها تتجي تا ديك الحشوه تتجي بنينه. ما علينا. هنايا درت واحد المعلقه ديال الملحه صغيره، البزار درت معلقه، المهم ما تتكونش عامره ديال البزار، معلقه هكا عامره ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم تو نقول واحد نص معلقه. المهم ودرت الكمون ودرت الحرور. من بعد عاد نصورهم، درتهم فوق البوطه باش ديك الساعه صورت. ما علينا. هنا البنات درت شويه ديال زيت المائده اللي تنطيبوا به. صافي غنشحرهم مزيان يدبل ديك البصله مع الفلفله، ومن بعد غنزيد عليهم خيزو والقرعه اللي تنكون شاداهم حاكاهم. هنايا كما تيبان لكم البنات، هنا فين زدت راه الكمون راني زايداه، درت معلقه ديال الكمون ودرت شويه ديال الحرور باش يعطينا ديك البنه. عندكم السودانيه هكا غبره ديروها، عندكم هاد الحرور هكا اللي تيكون معجون ديروه. صافي هنايا حكيت ديك القريعه وحكيت خيزو، درتهم ودرت واحد المعلقه تاع الثوم بودر. صافي وتنقلي مزيان هاد الحشوه، نخليها مزيان طيح وتقلى طيب مزيان. من بعد عاد نزيد عليها الشعريه الصينيه ونبقى نحرك، والبوطه بطبيعه الحال شاعله باش ديك الشعريه الصينيه حتى هي ما تجيناش باسله، تجي حتى هي بنينه. اخر حاجه هو الطون غنزيدو حتى الاخر صافي وغنطفي البوطه، ومن بعد غنعمر بها ان شاء الله. هنا البنات من بعد ما صافي قديت ديك الحشوة طابت، صافي طفيت عليها خليتها تبرد، غندوز باش نبدا نورق في العجينه. بعدا غنديرها كرات صغارين، عندهن يدي بشويه الزيت وغنبدا هكا نشكلها كويرات صغيورين. صافي من بعد غنبدا نقرص فيها كي بحالي تنقرص في المسمن. صافي غنبقى نقرص ونربع ونحطهم تنكمل كلشي. من بعد غنبدا نعمر في الكريسات ولا في السيجار ولا في المسمن ديالي، وديك الساعه تشوفوا كلشي في الفيديو ان شاء الله.
صافي من بعد ما شكلتها كويرات وخليتها ارتاحت واحد 2 دقايق، نبدا باش نطلق فيها، نبدا نطلقها غير بالزيت بوحديتها. وهنايا في هذيك الزلافه الاخرى راه درت الزيت وشويه ديال الزبده اللي ذوبت مع شويه التحميره باش تعطينا داك اللون، داك اللون هكانا اللي تيجي حمر وتيجي مقرمش. صافي عاد نبقى نشكلها هكايا كما قلت لكم كي شكل المسمن. ومن بعد عاد نعاود تاني نطلقهم وندير الحشوه وسط منهم صافي. وعاد نكمل معكم فيديو إن شاء الله من بعد ما نعمر المسمنيات ونرجع عندكم باش نكملو. هانتوما البنات من بعد ما صافي قرصتهم وعمرتهم على هاد الشكل، على شكل طولي، عاد ناخد واحد صفار بيضة اللي درتو مع الصوجة، وعاد ناخد واحد الموس ونشدهم نشرطهم. المهم باغيين تخليوهم هكانيا خليوهم، بغيتو ديروا دوك الشريطات باش تزينوهم ديروهم. واهم حاجه خاص الفران يكون سخون سخون مزيان مزيان باش يلاه هاد العجينه ولا هاد المسمنيات يجيو مقرمشين ويجيو طيبين مزيان مزيان. ملي يكون هو سخون بزاف وتدخلوهم صافي ديروا عافيه متوسطه، ما تكونش ناقصه وما تكونش تاني مجهده. صافي البنات وعاد نزينو بشويه ديال الخشخاش من الفوق صافي، ونقدموهم بالصحة والراحة مع واحد الكويس تاع اتاي. ونتمنى اللي عجبو الفيديو يشترك في القناة، واللي شاف كما تنقول لكم ديما اللي شاف قناتي اول مرة نتمنى يشترك. وشكرا وبسلامة عليكم في فيديو جديد ان شاء الله ووصفة جديدة، وبسلامة عليكم.